جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه في المسجد، قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيرجع من هناك بناقة كوماء؟ ناقة كوماء يعني من أنفس أنواع الإبل وأغلاها وأثمنها، هي أشبه ما تكون اليوم بأغلى أنواع السيارات الفاخرة التي تسوى مئات الألوف. حتى لا يذهب ظنك بعيدا، لن تكون سرقة ولا غشا ولا مالا حراما. قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال الصحابة: كلنا يحب ذلك يا رسول الله، في أحد ما يحب المال الحلال الذي يأتي غنيمة باردة من غير تعب ولا نصب؟ قال: لأن يقعد أحدكم في بيت من بيوت الله فيقرأ آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. بالله عليك، كم مرة جلست في بيت من بيوت الله فتحت المصحف فقرأت آية وآيتين وثلاثا وخمسا وحزبا وجزءا وسورة وختمت ختمة؟ أسألك بالله، فرحت، دخل في قلبك الفرح أنك في جلستك تلك حزت ما لم يحزه التجار في تجاراتهم وأهل الدنيا في دنياهم؟ هل امتلأ قلبك فرحا يا رجل؟ قراءتك للقرآن عبادة، الأجر والحسنات فيه عبادة، وفرحك بالقرآن الذي قرأت وحفظت وتلوت فرحك وحده عبادة، فلا يفوت حظك منه. افرح كلما سمعت آية أو قرأتها، افرح بأن الله أراد بك خير.